بعد التهريب. كيف قدوه؟ هذا مصطفى. حلوة الله بدو تعب. يا مصطفى. عمل فيديو الأخير. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا يا شباب ايش الزحمة هذا وايش هذا انا قدرنا دحين تعب ما عاد قدرت اتجابر الاخ سلطان بالاول ايش الذي وقع في الصالة ورجعنا نتجابر ايش الذي وقع لو ما هربنا مصطفى المومري الى داخل البيت. وهذا الفيديو لا يمكن ان حد صوره من اول ما خرج من السبعين. اتحدى واحد يدي حتى صورة واحدة من بعد ما خرج في السبعين الا عندي هذا الفيديو ان شاء الله ان انتم تبصروه. وانا طبعا قدرنا نتعب عبد الاخ سلطان نتجابر. ايش اشرح لكم ولا ايش احكي لكم؟ والله نقدر انا خلص شقرح. يعني سبنا القاعة قصنا عن وصل شوية يعني مالنا الخيمة. هذا وصلنا أمة شفت الأمة صلاة على النبي الصدق. أول مرة في حياتي أبصر عرس ساكن. لا قدرنا نخطأ، لا قدرنا السيارات لا قدرن يخطي، الرجال الأوادم برواحهم ما قدروا يخطوا من كثرة الزحمة. تخيل نحن مزاحمة، شفت لو ما واحد في مضربة ما تقدر تخطأ هذا ملان صلاة على النبي. يعتبر المولد النبوي الثاني الصدق. لكن الصراحة المولد المومري هذا المولد المومري. لكن الصراحة مصطفى المومري هو يستاهل الصدق الذي حصل له اليوم هذا. وحشاد ايش الحشد هذا؟ طبعا يا شباب وقت هذا لو ما هربنا فتحنا طريق من وراء الطق. طبعا شوفوا المشاهد التي هي في الطق. فتحنا له طريق تمام وشفنا قطعنا السبعين الخطين قطعناه لا هنب واحنا بنبز مصطفى المومري طلعناه فوق هيلوكس. هربنا فوق ايش؟ فوق هيلوكس. طبعا انا ما اصور شو كانوا معي فوق البودي استحيت لاني كانت حالته لا يرثى لها. كان تعب كان يدوخ. فما معنى يدوخ؟ كان مهبط كان قدوه يا لطيف يعني ميبس حالته حاله. فانا رحمته خطينا هربناه لا فوق الهيلوكس كانوا معنا فوق البودي. طبعا انا ما صورت واحنا فوق هذا لان انا رحمته كان يدوخ فوق الهيلوكس. كان حالته احنا فوق البودي يعني جمع. خطينا شويه ورجع جنبنا بصرنا نعبي حد قفانا جنبنا له ودخلنا قدام ووصلنا البيت. الان مصطفى وصل البيت وصلت انا وياه. طبعا عدنا جاي الان من البيت طبعا مش بيتكم بيت واحد صاحبه في الحاره. مصطفى منهك يعني بدرجه فظيع يعلم الله كيف حالته. لا عاد قدر يتنفس لا عاد قدر يحتاج يتحاكي لا عاد قدر يتكلم. اول ما وصل للبيت تخيل خلص كل شيء هذا جمهر انقضوا طافي. الحين يا استاذ احمد للشيء اللي وصلت فكره للمشاهدين يعني انت قلت ان في فيديوهات صورت لك فيديوهات. ايوه الفيديوهات هذا ادي رويتكم انا رويتهم المشاهدين الفيديو الاول الذي بدايه الفيديو هذا واحنا بنهربه. الان ايش اعرض لكم الفيديوهات تمام واحنا فوق الهيلوكس. فاول ما نزل لا يعني للقدام لا جنب السواق بدات صورت لانه قلت عيب ما ينفعش. فلذلك تابعوا معنا الفيديوهات. لحظه للشيء نزيد نوضح لهم. هل عاد قاعد زفه؟ هل عاد قاعد سمره؟ طبعا هل في حاجه يعني عدنا جاي من هانك مصطفى بيقول لا عاد تفعلوا لي شيء ولا عاد تشتري اي حاجه. يعني طبعا احنا بنتجابر احنا واخوه كذا قلنا على اساس افعل البث مباشر. انا قلت لهم افعلوا بث مباشر. قالوا تمام لانه قال ما عايش شيء يحضر. قلنا عم نفعل شاشه في السبعين وشاشه هناك وسط الصاله. فلذلك مصطفى المومري قال ابدا ما يشتي على اي حاجه. لذلك به سمره لكن معي يحضرها شو لكن عاد الخبراء بيحاولوا معه لا حتى الان لكن ما بيش فايده. ما رضاش مصطفى الله يعين معي يحضرش. الا داعي يصيروا الزفه لا يصيروش ولا داعي يصيروا الصلاه ما بيش داعي انهم يصيروا الا اذا هم حابين يصيروا طبعا يا شباب. وقعت سرقه جنابي سرقه مسدسات. انا وقعت لي طعناها انا في رجلي. طبعا ذا الدم طبعا يا شباب شفتوا طعن كذا ديك من كذا الذي يسترق يعني يسترق حاجه خير طلعنا. فلذلك يا شباب ان شاء الله باذن الله ان الفيديو هذا يعجب انكم تحاولوا انتم تتابعونا. حاولوا تتابعونا ان شاء الله والاشتراك وضغط الجرس لكي يوصل. في قناه حق الجن طبعا تعب وكذا وكافح كفاح لو ما زلت معاهم وجيت معاهم انا مريح لما تفعلوا اشتراك اوكي ولا ترامب خلق الله ترامب عمله. والله انا قلت له اقسم بالله العظيم قلت له احنا فوق الهيلوكس جمعه. قلت هذا من ذمتك يا مصطفى. يعني هذا كله من الفيديو الاخير الذي نزل ما بيش مع احد ما بيش كذا رواه من الجمهور. اهم شيء احنا وصلنا الفكره للمشاهدين والذي يحبوا مصطفى والذي يشاهدوا عرس مصطفى. حبيت اضيف حاجه واحنا في البيت تواصلوا معه قالوا ليش ما تواصلش معانا واحنا عم ننسق لك عن نقطع يعني عن نقطع لك مكان في السبعين.
والله حقيقه من الحكومه نفسها. ليش؟ يعني كان يعني مبادره يعني حلوه، قالوا كنا عاد بلغناه واحنا نفعل المستحيل في السبعي، لكن ما جابت فعلت الزحمه على الفاضي وفعلت كذا وفعلت كذا. فلذلك يا شباب نحاول احنا نتابع الفيديو. وارث المومري. ايوه ما لو سمحتوا يا شباب هذا احمد جماله لك باقي تنام يا تسام طبعا يا شباب احنا الان مع المومري واخيرا تم تهريب مع الفرقه المساعده. والله احنا خرجناه تهريب، والله احنا خرجناه تهريب من الميدان السبعي. طبعا الادمي هو قدام الصباح قدام قدوا في حاله لا رساله. وحقق يا مصطفى حقق بعد التهريب ولا واحد يطلع لحاله بعد التهريب. كيف قدوا هذا مصطفى حلقة الله بدو تعب يا مصطفى. عمل الفيديو الاخير الاشتراك وضغط الجرس لكي يوصل. في قناه حق الجن طبعا تعب وكذا وكافحت الكفاح، لو ما زلت معاهم وجيت معاهم انا مريح لما تفعلوا اشتراك اوكي ولا ترامب خلق الله ترامب